السلام عليكم ورحمة الله. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال، يا رب تكون قضيتوا العيد بهنا وسعادة. ربنا يجعل ايامكم باذن الله هنا وسعادة. يلا نبدأ بسم الله ونقول مع بعضنا الفيديو بتاعنا هنعمل ايه. النهاردة هنعمل مع بعضنا الايس كريم بطريقة سهلة وبسيطة زي اللي بنجيبه من المحلات واحسن باذن الله. انا معايا هنا 3 معالق سكر، 3 معالق نشا، 2 3 نازل بكيس فانيليا، معايا نص لتر اللبن. لازم اللبن بتاعنا يكون ساقع. ندوبه قبل ما نحطه على النار. انا خلاص دوبت المكونات بتاعتي، هحطه دلوقتي على النار. انا دلوقتي حاطه الخليط بتاعي على النار، هفضل اقلب فيه باستمرار لغايه ما اوصل القوام سمكه تقيل، مش تقيل قوي، يا دوبك سميك. هفضل اقلب فيها عشان ما يشيطش من على النار، وهخلي النار بتاعتي تكون واطيه، متبقاش نار عاليه. شايفين القوام بتاعنا وصل لغايه فين؟ بصوا السمك بتاعه، شايفين السمك بتاعه. انا دلوقتي طفيت عليه هسيبه ما يبرد، هنعمل مع بعضنا الكريم شانتيه. قلتلكم تاني بعد الخليط بتاعنا ما بارد، علشان ما ينفعش نحط الخليط على الكريم شانتيه وهو سخن، لازم يكون بارد. احنا هنعمل مع بعضنا دلوقتي كريم شانتيه. انا معايا هنا 4 معالق سكر بودر عشان الكريم بتاعي خام. معايا كوبايه كريم شانتيه، كوبايه لبن مثلجه، لازم اللبن بتاعي يكون ساقع. انا ضربت الكريم شانتيه بتاعنا دلوقتي، شايفين حضراتكم قوامه. هدلقه الكريم شانتيه على الخليط بتاعنا، حضراتكم شايفين. انا ضربت بالمضرب بتاعي اللي عنده عجان يعمل بيه، مفيش اي مشكله. انا ضفت الخليط بتاعي على الكريم شانتيه وضربته بالمضرب زي ما حضراتكم كده شايفين. انا ضربت اللي بصوص الفراوله، انا مش ضربه الفراوله قوي علشان تبقى فيها شكل الفراوله. حبيت واحده صغيره دي الكبيره. انا قصدت ان انا ما اضربش الفراوله قوي عشان يديني شكل الفراوله بشكل الايس كريم وانتوا بتاكلوه. انا دلوقتي صبيت الخليط بتاعي اللي بالفراوله، هضيف المانجا مع الكريم شانتيه. انا دلوقتي ضفت المانجا مع الكريم شانتيه مع الخليط بتاعنا، ومقطعه فيها قطع مانجا. انا دلوقتي هصبه هنا العلبه بتاعتنا ديت. النكهات تعملوها تبع ما تحبوا، في كذا نكهه الايس كريم. عارفين الفاكهه بتاعتنا طبيعيه، مش مكسبه طعم ولون، فاكهه كلها طبيعيه فريش. انا كنت مفرزه معاكم قبل كده، عامله معاكم فيديو المانجا، اللي حابب يشوف يدخل على اللينك بتاعي شوف انا فرزتها ازاي.
كوبايه كريم شانتيه واحده. بصوا عملنا كميه ايس كريم قد ايه. انا دلوقتي غطيت الايس كريم بتاعنا بالاسترتش عشان ما يديناش تكريش التلجة. دلوقتي اغطيهم، لازم غطيان محكمة الغلق عشان ما تخش من ريحة الفريزر. يقعد معاه من يوم واحد او من الصبح بالليل على ما يتماسك. لما يتماسك هنرجع مع بعضينا نشوف الايس كريم بتاعنا. ورجعت لكم تاني حضراتكم. بصوا انتوا عاوزين تسيبوه شويه لما يهدى مفيش اي مشكله، بس انا عشان انا مستعجله عاوزه اقفل الفيديو. نقلب المانجو حضراتكم شايفين، بس هو ماسك شويه. شايفين حضراتكم قوام الايس كريم؟ بصوا شايفين؟ اللي بالفراوله. بصوا حضراتكم المطه بتاعته طعمه زي العسل، عاملين بفواكه طبيعيه مفيهاش مواد حافظه. القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني جديد، وجربوا هيعجبكم باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد.